تخيل إن في دبانة ممكن تدخل جسم الإنسان وتعيش جواه فعلا. القصة دي حقيقية 100%، والعلماء وثقوهم بنفسهم. الدبانة دي اسمها بوتفلاي، واحدة من أكتر الحشرات المرعبة على كوكب الأرض. لو حبيت الغرائب والغموض اشترك دلوقتي عشان نكمل رحلتنا. الأنثى بتستنى لما حد تلاقيه إنسان أو حيوان يعرق في الغابة، ومجرد ما تلمسه بتحط بيضها على الجلد من غير ما يحس. بعدها البيض بيفقس وتخرج منه يرقات صغيرة تدخل تحت الجلد وتبدأ تعيش جوه اللحم. الإنسان بيحس بحكة أو ألم بسيط، لكن بعد أيام بيبدأ يشوف حركة تحت جلده. اليرقة بتتغذى على دم وأنسجة الجسم، وبتعيش كده لمدة أسابيع لحد ما تكبر، وبعدين تخرج من الجلد وتكمل حياتها كذبابة عادية. العلماء صوروا الحالات دي في أمريكا الجنوبية، وفي مقاطع حقيقية اتصورت لأشخاص عندهم ذبابة عايشة تحت جلدهم. المرعب بقى إن في بعض الحالات الذبابة بتتحرك لوش الإنسان أو حوالين العين، وده اللي خلاهم يسموها ذبابة آكلة اللحم البشري. فلو حسيت في يوم إن في حاجة بتتحرك تحت جلدك، افتكر إن في كائن صغير ممكن يكون عايش جواك فعلا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهاتي اللي جاية.